ويستفاد من الحديث أن ما أحل الله أكثر مما حرم سبحانه، أن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم سبحانه وتعالى على عباده. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما الذي يلبسه المحرم؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بأنه لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا. حصرها النبي صلى الله عليه وسلم، حصر الممنوعات، ولكن لم يحصر النبي صلى الله عليه وسلم المباحات، أي البس ما شئت ما لم يكن كذا وكذا وكذا. والشيء المحصور أقل من الشيء الذي لا يحصر. الشيء المحصور هنا المنهي عنه، حصره النبي صلى الله عليه وسلم لقلته، أما الشيء المباح لم يحصره لكثرته. فدل هذا على أن ما أباح الله لعباده أكثر مما حرم عليهم. ففيه رد على طائفة من العلمانيين الذين يزعمون أن الإسلام قيد حرية الناس، وأنه منعهم من كثير من الأمور التي يتمتعون بها. فيقال لهم: إن ما أباح الله أكثر مما حرم سبحانه، وهو سبحانه حين حرم إنما حرم لما يترتب عليه من الضرر والمفسدة على الناس. ولذلك حصر النبي صلى الله عليه وسلم الممنوعات في هذا الحديث، ولم يحصر ما أباح الله سبحانه وتعالى.